خلاصة ماتش امبارح مصر ضد بوتسوانا عبارة عن كذا نقطة، منهم نقاط إيجابية ومنهم نقاط سلبية. بس الأول عايزك تبقى عقلاني حتى وأنت بتسمع الكلام، يعني تبقى ما تاخدش انطباع عن ماتش امبارح ده أو حتى التعادل في ماتش راس الأخضر إن المنتخب رايح في داهية، إن المنتخب رايح كان 2025 في المغرب رايحين نعمل فضيحة زي اللي حصلت في أفريقيا اللي فاتت في كوت ديفوار. وفي نفس الوقت مش عايزك تنخدع بالنتائج الإيجابية اللي كانت قبل ماتش راس الأخضر، حتى على مستوى تصفيات كأس العالم وعلى مستوى تصفيات أفريقيا، بان المنتخب ده رايح افريقيا اللي جاي ياخد البطوله. لان في نقاط سلبيه تخليك ما تقولش انك هتوصل لنهائي افريقيا وتاخد افريقيا الجاي، وفي نفس الوقت في نقاط ايجابيه ما تخليك ما تقولش انك رايح تعمل فضيحه في افريقيا اللي جاي. النقاط الايجابيه الاول تعالى نبدا بيها، ان الحمد لله لفتره كبيره جدا من بعد منتخب حسن شحاته ما تكونش عندنا منتخب قوي ومنتخب بجيل مبشر بعناصر اساسيه وعناصر بديله يعتبر بمستويات متقاربه جدا عن العناصر الاساسيه بينه وبين العناصر البديله. ما يفرقش مثلا لو ده بيدي 90%، ده مثلا هيدي 75% بحد ادنى، بعكس المنتخبات الفتره الاخيره خصوصا في حاله وسط الملعب، خصوصا في عناصر وسط الملعب. كنا مفتقدين عناصر وسط الملعب، واللعيبه البديله بالذات كان فيها فرق كبير جدا على اللعيبه الاساسيه، فرق كبير لو ده بيدي 90% الثاني بيدي 40%. فالحمد لله دلوقتي احنا عندنا وبالاسماء عندنا عناصر كويسه من الناحيه الاساسيه والناحيه البديله. بتتكلم مثلا من اول مركز حراسه المرمى، فانت معاك طبعا ومتواصل لحد دلوقتي محمد الشناوي، رغم ان هو مستواه كان متذبذب فتره بعيده بس بدا يرجع لمستواه شويه. معاك حارس تاني دلوقتي بديل، وحارس عنده 24 سنه او 25 سنه، يعني حارس واعد، حارس هيدي لك خصوصا في مركز حراسه المرمى يدي لك لاكتر من 10 سنين، هو مصطفى شوبير، وحارس بكفاءه عاليه جدا. وبرده عندك في مركز قلوب الدفاع عندك دلوقتي محمد عبد المنعم، اللي كان في فتره من الفترات مفيش حد قريب منه خالص، يعني اقرب مدافع ليه بمسافه كبيره جدا. الحمد لله دلوقتي انت بتتكلم محمد عبد المنعم، بتتكلم في رامي ربيعه مستواه يعتبر مش بعيد عن محمد عبد المنعم دلوقتي. بتتكلم برضه في عناصر الشابه حسام عبد المجيد، رغم انه كان عليه علامات استفهام كبيره جدا لفتره بعيده بسبب بطئه، لكن انا هقول لك حسام عبد المجيد زاد ان هو طور نفسه من الناحيه الفنيه هتحتاجه بصوره كبيره جدا في فترات متفاوته من ماتشات كتيره، خصوصا ماتش امبارح ماتش بوتسوانا، وهقول لك في لقطات تانية. بتتكلم برضو ان حسام حسن اظهر لك مثلا خالد صبحي، رغم ان انا شايفه مثلا مش مبهر قوي، لكن في نفس الوقت من العناصر اللي بدأ حسام حسن بيعتمد عليها. يعني لو ما كانش مصاب تقريبا الفتره دي على ما اظن كان هو هيكون متواجد مكان محمد ربيعه. بتتكلم محمد ربيعه برضو ليه نقاط ايجابيه شفناها في ماتش راس الاخضر، وليه نقاط سلبيه شفناها في ماتش بوتسوانا، واقول لك ايه هي برضو دلوقتي. بتتكلم برضو انك عندك لعيبه زي عمر فايد لحد دلوقتي مش في حسابات حسام حسن خالص خالص، ومن وجهه نظري علامات استفهام. من وجهة نظر عمر فايد مع الوقت هيكون ليه مكانة في منتخب مصر، ويمكن بصورة أساسية. يعني ممكن في فترة من الفترات هتلاقي محمد عبد المنعم من جنب عمر فايد. عندك برضو بتتكلم في الناحية اليمين، عندك لاعب زي أحمد عيد ظهر في أولمبياد باريس، رغم برضو ان الناس شايفاه مش افضل حاجه، خصوصا ان هو في ناحيه الالتحامات البدنيه في الناحيه الهجوميه مفتقدها شويه بسبب برضو ان هو مش اقوى حاجه. عندك ناحيه شمال في محمد حمدي، في فتوح ان شاء الله لما يرجع، في برضه في وسط الملعب دلوقتي اللي كان من اكتر عناصر اللي هي كان فيها نقاط سلبيه لمنتخب مصر من بعد حسن شحاته، دلوقتي بقت موجوده في البدلاء والاساسيين. يعني لو بتتكلم في مركز زي مركز الديفندر او مركز رقم 6 او مركز لاعب الارتكاز، بقى عندك مروان عطيه، بقى عندك برضه ممكن لعيبه تانية زي لعيبه كبار لو بتتكلم في سام مرسي مثلا، او لو حتى ما عايز تقلل الاعمار فعندك لاعب زي محمود صابر، لاعب واعد جدا من المنتخب الاولمبي. عندك امام عاشور، تمام. عندك برضو ليه بديل زي لاعب زي كوكا او محمد شحات، او لو محمد شحات هو مكان مروان عطيه فمحمود صابر هو بديل امام عاشور. عندك نفس القصه لو بتلعب اللاعب الثالث ليه برضو ليه حته الناحيه الهجوميه اكتر، فعندك ناصر ماهر، ومن اللعيبه صغيرين في السن. عندك لو بتلعب في المكان ده زيزو. فبقى عندك يعني كذا اوبشن في وسط الملعب، ولاعيب اساس ولاعيب بديل ليه. الناحيه اليمين طبعا او الوينج باك، او وينج رايت، عندك محمد صلاح وعندك بديله زيزو. الناحيه الشمال بقى عندك تريزيجيه، بقى عندك مرموش وتريزيجيه. ساعات او في اوقات كتير بيوظفوا حسام حسن في ناحيه وسط الملعب بسبب وجود او بسبب تالق عمر مرموش في الناحيه على المستوى الاوروبي بالذات، فمش قادر يحطه في مقاعد البدلاء. زائد ان تريزيجيه مع المنتخب هو اكتر لاعب ايجابي، فلازم تريزيجيه يكون ليه مكانه مع وجود صلاح، مع وجود مرموش، مع وجود مصطفى محمد برضه من الناحيه الهجوميه. اسامه فيصل في ناس شايفاه مش افضل حاجه، اللي انا شايفه يعني شايف ليها نظريه عكس النقطه دي، وعايز يتطور في نقاط تانية، لكن في نفس الوقت انا شايفه مهاجم
مش وحش، مهاجم هتحتاجه كتير جدا، ومهاجم بروفايل محترم وبروفايل قريب من مصطفى محمد. تعال بقى نتكلم بقى على مستوى او ماتش بوتسوانا، النقاط السلبيه ان في اختيارات لحسام حسن لازم ما تاخدهاش تاني في الفترات الجايه، في اي قايمه، في اي، حتى لو التوقف اللي جاي مثلا هيكون في كاس عالم، او التوقف اللي جاي هيكون في افريقيا، وايا كان التوقف اللي انت هتختاره، او حتى لو انت ضمنت الصعود وعندك توقف جاي مثلا كان في ماتشات وليكن يعني في تصفيات افريقيا ما كانتش لسه خلصت، لازم برضه تستبعد احمد رمضان بيكا ما يكونش موجود معاك نهائي في قوائم منتخب مصر الفتره الجايه، الا لو مستواه يعني رجع للمستوى اللي قبل كده اللي شفناه مع منتخب الاولمبي، منتخب شوقي غريب. بتتكلم برضو ان في لعيبه تانية اللي قلتها ذكرناها، وممكن برضو تضيف عليهم محمود مرعي بتاع لاعب بيراميدز، هو لاعب برضو صغير في السن، هو ما بتاخدش احمد سامي بسبب ان هو كبير في السن، فمحمود مرعي لاعب يجيد ان هو يكون موجود في المركز ده. محمد اسماعيل لاعب زد نفس القصه، ونفس القصه برضو محمد ربيعه، هو نفس بروفايل لاعب زي محمد اسماعيل بتاع زد، اللي قلت لك هو متفوق لكنه احسن من محمد ربيعه شويه في ناحيه الخروج بالكره وناحيه الاحتفاظ بالكره، لكن في نفس القصه اتنين لعيبه يعني قصيرين في مركز السنتر باك بالذات، فبيدي لك نقاط سلبيه في الالتحامات الجسديه، الالتحامات الهوائيه بالذات، وشفناها كتير جدا في ماتش بوتسوانا امبارح، رغم ان بوتسوانا بيلعب لك زون ديفنس، ما بيهاجمش خالص وبيلعب على طول الكرات طويله، لكن في مهاجم ومش افضل حاجه طبعا بيبقى دايما الالتحام الهوائي بينه وبين ربيعه بيتفوق عليه، وربيعه بيحتاج ان هو يبذل جهد اكتر لما الكره تنزل على الارض عشان يعرف ياخد الكره، سواء كان بفاول او سواء كان ان هو يطلع الكره اوت. بس في نفس القصه الكره الثانيه الكره الثانيه مش افضل حاجه ليك، بخلاف لما حسام عبد المجيد نزل كل كره عاليه رايحه حسام عبد المجيد بارتياحيه تامه بيعرف ياخد الكره بدماغه ويديها لاقرب لاعب، فبالتالي الكره الثانيه بعد الالتحام الهوائي ليك بتعرف تبدا هجمه بصوره سلسه جدا. فحسام عبد المجيد وبنفس بروفايل عمر فهد هتحتاجه في ماتشات كتير جدا جدا جدا، حتى لو انت بتلعب زون ديفنس والكور بتلعب عرضيات او بتلعب كورسات او بتلعب بكرات طويله، فالارتقاء العالي ده مع شويه خبرات بانك تتمركز صح وتخلي بينك وبين اقرب مهاجم مسافه، يعني ما تسمحش ان المهاجم ده يعرف يسبقك في سباق سرعه لو انت بطيء، هتفرق كتير جدا مع حسام عبد المجيد ومع عمر فهد، فهتحتاجهم. ده بالنسبه لنقاط سلبيه بالنسبه لي في ماتش بوتسوانا امبارح. اللي حصل بقى انك مش عارف تخلص اجوال او مش عارف تخلص ماتشات، ده وارد في ماتشات بتعصلك مفيش مشكله، وزاد برضه انا ما ذكرش برمي عادل، هو من اهم العناصر لمنتخب مصر الفتره الجايه، وكويس جدا حسام حسن بيديله رغم وجود عمر مرموش ورغم وجود تريزيجيه. واتمنى المنتخب الفتره الجايه ان شاء الله يوصل لبعيد، ونوصل ان شاء الله كان 2025 نعرف نعمل انجاز كويس، وليه لا ما نوصلش نهائي افريقيا لكنه مش المتوقع.